على فكرة انت مش وحش، انت بس انطوائي. كتاب تذكرة النجاة للانطوائيين لباتريك كينج اخيرا وقف مع الشخص الانطوائي وقال انه انسان عادي في حياتنا، بس بيختلف عن الاجتماعي في طريقة التواصل. بيحب كده يشحن بطارية التواصل لوحده وينعزل تماما عن الناس لفترة وبعد كده يرجع يتعامل معاهم عادي. ولو انت انطوائي عادي والله ما تحاولش تبقى اجتماعي، انت حر. حاول بس تحافظ على بطاريتك الاجتماعية عشان تعرف تعيش وسط الناس. وطرق شحن البطارية كالتالي: 1. ردود أفعال صامتة، خلي ردود أفعالك بجسمك أو بملامح وشك، مش لازم الكلام يعني. رقم 2. اطرح أسئلة، خليك انت دايما اللي بتوجه أسئلة وما تديش فرصة لحد يقعد يرهقك بأسئلة وكلام كتير، ما هو هيسألك انت هترد وهنقضيها رغي بقى والبطارية هتخلص. رقم 3. الحديث على دفعات قصيرة، حاول تقطع المناقشة بفترة راحة، استأذن بره، اتمشى شوية، اتفرج على فيديو في التليفون، ده هيقلل الضغط عليك شوية وهتشحن بطاريتك وترجع تكمل تاني المناقشة وانت مش متوتر شوية. رقم 4. حدد أولوياتك، حدد ايه الواجبات الاجتماعية اللي لازم تعملها مع الناس وايه الأماكن الاجتماعية اللي لازم تكون فيها، يعني زي الشغل أو تجمع عائلي أو أي مكان انت لازم تكون موجود فيه دلوقتي، وايه الحاجات اللي مش ضروري يعني تكون فيها دلوقتي خليها آخر الليستة. رقم 5. الحدود والتعليمات، لازم تحط حدود بينك وبين الناس علشان ما حدش يتوقع منك انك هتعمل حاجة اكتر من اللي انت هتعملها فعلا. قول لهم معلش انا انطوائي عادي. رقم 6. ما تجرحش مشاعر الناس، لازم الناس اللي انت بتحبهم او يهمك امرهم تقول لهم من وقت للتاني ان انت بتحبهم وانك مش قاصد تتجنبهم وتفهمهم طبيعتك علشان ما تخسرش حد. رقم 7. اختار شخص يحكي عنك، ممكن تختار حد بيحبك وانت بتثق فيه يشرح طبيعتك للناس في الشغل او في مكان انتوا متجمعين فيه علشان يقلل الضغط الاجتماعي عليك شوية. اخر حاجة بقى ما تطولش في قعدتك، يعني ما تقعدش في مكان اكتر من ساعتين علشان بطاريتك الاجتماعية ما تخلصش وما تفرهطش كده من الناس. ماشي يا انطوائي؟